السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما حبيت اشتغل مع الولاد جرامر المستوى الاول وعايزة اسسهم بشكل كويس في الجرامر، من افضل الكتب اللي لقيتها هو كتاب سندباد جينيوس. يعني جبت كده الكتاب ده وكتب تانية وقارنت ما بينهم. من افضل الكتب كان سندباد جينيوس، وكان في كتاب تاني اسمه بوك اند بن. فلو حد عايز يتأسس في الجرامر بشكل كويس وعايز يبدأ من الصفر، يجيب الكتب دي هيلاقيها ان هي ممتازة جدا. او لو حد مثلا عايز يستغل فترة الاجازة، بحيث ان احنا عارفين ان المنهج هيقعد شوية على ما ينزل، فانا عايز ان انا استغل الاجازة بشكل كويس. الكتاب ده هيكون ممتاز جدا ان شاء الله، وهيأسس ابنك بشكل ممتاز. في تمارين كتيرة دلوقتي هنستعرض المحتوى بتاعه ونشوف ايه الحاجات اللي بيشتغل عليها. محتوى الكتاب زي ما احنا شايفين، يونت 1 بيبقى فيه جزء خاص بالكلمات وجزء خاص بالجرامر. يعني يونت 1 عندنا الكلمات، الجزء الخاص بالكلمات النمبرز. اما الخاص بالجرامر بيتكلم عن الفيرب والناون اللي هو الفعل والاسم، بيتكلم عن الديفينيت والانديفينيت ارتكلز اللي هي الادوات اللي هي النكره وادوات المعرفه. بعد كده عندي يونت 2 اللي هو سكول سبلايز، دي الكلمات. بعدين الجرامر اللي هو the plural. عندي يونت 3 بيتكلم عن الفيلينج، الاوبزيت ووردز، البيبل vocab. اما الجرامر عندي verb to be، وبيتكلم عن السنتنس building، يعني بناء الجملة، ازاي انا ببني الجملة. يونت 4 بقى جايب لي السنسز والبارتس اوف body، وجايب لي verb to have، البنكتويشن rules، how to write a paragraph. يونت 5 الفاميلي، الديمونستريتيف، there is، there are. يونت 6 الفيربس، والفيرب في الجرامر يعني اللي هو verb can. يونت 7 الجوبس والبوسيسيف adjectives. البوسيسيف adjectives يعني بيتكلم عن صفات الملكية. بالنسبة ليونت 8 بيتكلم في يونت 8 عن الهاوس والبروبوزيشنز اوف بليس، يعني الحروف الجر الخاصة بالمكان. في يونت 9 بيتكلم عن الادجكتيفز والبارتس اوف سبيتش اللي هو اجزاء الكلام. في يونت 10 بيتكلم عن الهيلثي فود والانهيلثي فود، وبيتكلم عن لايك ودونت لايك وازاي ان انا استخدمهم. الجزء اللي بادئ بيه هنا هو جزء حوار. مثلا لما اجي اسالك عن اسمك هقولك what's your name. what's your name. what's دي اختصار لايه؟ لوات is. your يعني حاجه ملكك. لما اقولك your name يعني اسمك. your bag شنطتك. your pen قلمك. بعدين هرد طبعا واقول I am. لما حد يسألني what's your name هقول I am واقول اسمي. مثلا انا اسمي اسراء فاقول I am اسراء. بعدين لما اجي اسأل حد عن عمره هقول له ايه؟ هقول له how old are you. how old are you يعني عندك كام سنة؟ فبيرد بيقول I am 7 years old. يعني انت بتقول I am وبعدين بتحط العمر بتاعك، بعدين بتحط years old. I am 7 years old. I am 7 years old. طب انا لو حد بقابله لاول مره وعايزه اعبر له ان انا فرحان ان انا شفته، مثلا في سعاده ان انا قابلت الشخص ده، هقول له nice to meet you. nice to meet you. nice to meet you. انا هرد عليه واقول له ايه؟ هقول له nice to meet you too. تو دي معناها ايضا. تو اللي هي باتنين او دي معناها ايضا. دلوقتي جزء الكلمات اللي هو ذكره في الوحده دي اللي هو النمبرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 أو 20. يعني أنا لو قلت 20 صح ولو قلت 20 صح، النطقين صح. نبدأ بقى بالجرامر. القواعد اللي هدرسها بيفرق لي ما بين noun and verb. noun يعني اسم and verb يعني الاسم والفعل. verb يعني فعل. النون بيكون عندي 4 حاجات. يعني النون ممكن يكون 4 حاجات. ممكن يكون person يعني شخص، أي شخص بقى، boy girl كريم اسم شخص مثلا. أو ممكن يكون animal يعني الاسم ده ممكن يكون animal يعني حيوان. او ممكن يكون place مكان، اي مكان. ممكن يبقى thing شيء. يبقى انا النون عندي ممكن يكون person زي ما قلنا person boy girl كريم مثلا. animal اي animal بقى. horse dog fish place مكان، اي مكان. school
zoo hospital مستشفى. thing يعني شيء، أي شيء بقى، أي شيء. pencil cake car، أي شيء عندي. فأنا دلوقتي عرفت إن الناون 4 حاجات: person animal place thing. احفظ معايا يلا، لما أقولك الناون بيكون إيه؟ person animal place thing. person animal place thing، دي 4 حاجات في الناون. لما يكون حاجة من الحاجات دي هصنف الحاجة دي أقول عليها ناون، هقول عليها اسم. نيجي بقى للجزء بتاع الverb. يعني ايه verb؟ الverb is an action word. action word يعني كلمة بتدل على فعل، بتدل مثلا على حركة، قراءة، واحد بيعوم، واحد بياكل، فهي عبارة عن action يعني فعل، فده بقول عليه verb. طب تعالى نبص كده في الأسئلة اللي تحت دي عشان نشوف انت فهمت ولا لا. هنفرق يعني كل كلمة عندنا هنقول دي noun ولا verb، فهنفرق ما بين الناون والverb. بيقول لي what am I، أنا مين، يعني أنا verb ولا noun. أول حاجة swim يعوم ده verb فعل. cat قطة ده noun. طب إيه من الناون من الأربع حاجات اللي قلناها دي؟ من الانيمال. طب read يعني يقرأ، يبقى أنا لازم أبقى عارف معاني الكلمات عشان أقدر أقول ده noun ولا verb. read يعني يقرأ يبقى ده verb. tree شجرة يبقى ده noun. طب مين بقى في الأشياء اللي احنا خدناها؟ ده thing. school ده place يبقى ده noun، يبقى tree noun و school noun. book كتاب ده thing شيء يبقى ده noun. dog ده animal والanimal كان فين؟ كان تحت الناون. play يلعب ده verb بيدل على action بيدل على فعل. sing يغني نفس الشيء verb. house بيدل على place مكان فهقول عليه noun. عندي pan يعني طاسة يبقى ده thing شيء، ده كان تحت مين؟ تحت الناون، لأن احنا قلنا الناون يا إما thing animal person place. table ده بيدل على thing يبقى ده noun برضو. count يعد ده verb فعل. girl بنت ده person يبقى ده noun. ووش يعني يغسل، دي حاجة بتدل على أكشن يبقى ده verb. كده خلصنا جزء الجرامر الخاص بالنهاردة. يعني أنا مش عايزة أطول عليك، بحيث إن كل ما الجزء يكون بسيط كل ما هيبقى الإدراك بتاعك والفهم هيبقى أفضل بكتير. لو عندك أي سؤال أو جزء مش فاهمه اكتبه في الكومنتات وإن شاء الله هرد عليك في أقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.